الله أكبر، الله أكبر. كل سنة وانتم طيبين، ويا محلى أحلى الأيام في الدنيا كلها. يا رب يعود علينا كل الأيام دي كل سنة واحنا في فرح ومبسوطين واحنا راضيين، مهما كانت الدنيا متغيرة بينا، مهما كان عندنا من هموم أو مشاكل أو حتى أوقات حلوة وفرح، احنا يا رب راضيين. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو الحلو ده اللي فيه أجواء من أجواء العيد شوية على أجواء البيت شوية، إن شاء الله تنبسطوا بيه. واصطبحنا كده واصطبح الملك لله من الساعة 8 الصبح واحنا مروقين كده وصاحيين، علشان احنا ورانا الأيام اللي جاية عمايل كتير وشغل كتير لا تعد ولا تحصى، وربنا يدينا الصحة والعافية ونعيش ونعمل إن شاء الله. بدأنا كده بكوباية كابتشينو الصبح وإيمان كانت جاية تفطر معايا وشربنا الشاي والكابتشينو اهو. نقوم بقى نشوف اللي ورانا، مش هنقضيها دلع. قلت لها لا، ده انتي كفاية عليكي كده، اركني بقى على جنب ويلا نشوف هنعمل ايه. ودخلت كده عشان اسحب بصله من البلكونه، لقيت لكم البصل بتاعي مزرع شجر، خلاص كده بقى عندي شجره بصل. والله بصوا، لقيت يعني بصلتين بالعدد عاملين زرعه كده وطالعه منهم ورده جميله. اي صلوحه. فما شاء الله ما شاء الله، جميله في منتهى الجمال. فسحبت كده بصله، سبحان الله طلعت البصله اللي فيها الورده، انا ما كنتش اعرف ان دي البصله اللي فيها الورده. اما جيت اسحب كده لقيتها هي اللي بتتسحب، وقلت لها تعالي بقى، اللي طلع فيها ده كله عود بصل اخضر. فشكلها اصلا انا كنت معجبه بيه، قلت يا ريتني ما سحبتها، بس سبحان الله الاختيار وقع عليها، يعني انا سحبتها لقيتها طلعت. كنت عايزه بقى احضر بصله علشان النهارده احنا هندق كفته العيد. العيد الكبير لازم بنعمل فيه كفته. الكفته دي بتبقى كفته رز. احنا بقى هنا في مصر بنعملها ازاي؟ على فكرة في بلاد، يعني محافظات عندنا هنا في مصر بتسميها أسامي تانية، زي اللي هي الكوبيبة. احنا برضو بنعملها كوبيبة، بس احنا الكوبيبة عندنا عبارة عن نفس كفتة الرز بس مسلوقة، بس احنا بنعملها بدمعة. تمام، يعني احنا بنعملها شكلين، مسلوقة وبدمعة، وان شاء الله الشكلين هعملهم معاكم. تعالى يا صالح. فان شاء الله هنعمل لكم الشكلين. وبما ان انا النهارده كنت مش هدق كفته ليا لوحدي والبس، لا كنت هدق كمان معايا الحنان وايمان رخرة كانت عايزه تعمل. فانا قلت انا هعملها بره زيكم، لان طبعا لو عملت الكميه دي في البيت هتبقى صعبه جدا وهتعطلنا، وانا ورانا حاجات كتير. احنا عايزين يوم الوقفه يجي احنا مخلصين كل حاجه، دنيتنا زي الفل، كل حاجه احنا مرتبينها عملناها، لان هو ده العيد. الايام اللي احنا عايشينها دي ايام العيد. انا بالنسبه لي بقيه العيد بقى يعني ما بيبقاش زي الايام دهيت. مش عارفه الاحساس ده عندي انا لوحدي ولا عند الكل. فالمهم ده كيلو رز انا مسكته نقيته بالحبايه، حبايه في العدليه بتاعت زمان دي بتاعت ماما الله يرحمها. عايزه اقول لكم ان العدليه ده هي كانت مخصوصه لنقاوه الرز يعني. وانا لسه اهو نقيت فيها الرز. طبعا انا مش بنقيه دايما كده بالوقفه دي في البلكونه، بس انا بستعيد الذكريات يا جماعه، عشان ما حدش بس يستغرب من اللي على ايدي ده. اللي على ايدي ده حنه، تمام، حنه عشان العيد بقى وكده يعني. انا والله سبحان الله، هي في العادي بيبقى شكلها عادي، لكن في الكاميرا بحس انها ايه. انا يعني اندم ان انا عملتها على ايدي، رغم ان عادي في ناس بتعمل ايديها بحالها، ايديها بحالها كده، بس بتبقى جميله يعني ما شاء الله الحمد لله. فالمهم بقى دخلت كده على على المطبخ، حطيت بقى الرز بتاعي ده بعد ما اتغسل واتنشف واتصفى، رحت حطاه في كيس، وحطيت عليه البصله، وحطيت عليه حته توم مفروم كده كبيره، وحطيت عليه بقى فلفل اسود وملح وبهارات بقى وكمون. بهارات من اللي هي جايه لي دي، اللي ام ابراهيم جايبها لي، ربنا يخليها ليا بجد تحفه. بتودي الاكل في حته تانية كلها يعني ما شاء الله ما شاء الله حلوه. فحطيت فيها بهارات كويتي، وحطيت السبع بهارات بس كده. وقلت بقى خلاص ايه يعني، هحط معاها بقى الخضره اغسلها كويس وانشفها واحطها معاها، وهنعمل بقى ندق الكفته بتاعتي. هحط كيلو لحمه قصاد الكيلو رز. في ناس يعني حنان تقول لي لا انا احط 2 كيلو رز قصاد الكيلو لحمه. انا لا، انا هحط قد اللحمه قد الرز بالظبط، عشان يطلع فيها لحمه، وعشان تبقى يعني ايه، انت عارفين الشده دي بتاعت اللحمه اللي هي تخلي الكفته زي الاستك كده وما تبقاش فكه من بعضها. هي دي انا بحب قد اللحمه قد الرز. فلو انتوا عايزين تعملوها بجد تطلع معاكم تحفه ومظبوطه قوي، نفس معيار اللحمه نفس معيار الرز. اما لو انتوا عايزينها تنمي معاكم كميه كبيره، ممكن تحطوا كيلو ونص رز او 2 كيلو رز على الكيلو لحمه، بس انا بفضلها وبأطعم واحلى كيلو قصاد كيلو. كل واحد حر في الاخر، كل واحد واللي اتعود عليه. الخضره كمان اتغسلت وراحت زي الفل كده واتنشفت. وجهزت بقى الحاجه بتاعتها كلها مع بعضها، يبقى كده ما فاضلش غير اللحمه، هنشتريها بقى من بره.
واحنا واقفين نقطع اللحمه ونفرمها، واحنا هنا بنقطع لحمه جملي، يعني بنقطع للكفته لحمه جملي، وممكن تتعمل بلحمه عاديه مش هتقول لا، بس اللحمه الجملي هي بتاعه الكفته. ودي بقى ملوخيه انا مسكتها قطفتها وكمان غسلتها كويس جدا ونشفتها وصفتها وخليتها زي الفل كده. رحت ماسكاها بقى في الكبه، وانتوا اخر مره انا عملتها معاكم قلتولي حط لها حبه ميه في الكبه وهي هتلف معاكي وتروح زي الفل، وفعلا لفت وراحت كده حاجه جميله. عملت منها كيس كبير محترم يعمل لي حله ملوخيه حلوه في العيد. طبعا التجهيزات دي كلها باذن الله باذن الله باذن الله للعيد وما بعد العيد طبعا، يعني احنا بناخد العيد ده بالنسبه لنا 10 ايام مش 4 يعني يعني كده ورا بعض. فانا مسكت بقى ايه، احسن ما تجيب اللي هي من بره دي مش عارفين غسلها هو كله حلو يعني، عشان اصلا ما بحبش اقرف حد في حاجه، بس احسن ما اجيب من بره من الاخر، يعني احسن ما اجيب من بره. انا عملتها كنت جايبه ربطتين الملوخيه ب 15 جنيه، عملوا لي يعني معيار كيسين من بره. انتوا هتشوفوا دلوقتي قد كيسين من بتاع بره، لان طبعا الكيس ده يعمل معايا حله صغيره، وانا عايزه اعمل بقى حله ما شاء الله تكون كبيره كده الاكل يبقى بزياده. بس المهم بقى نزلت اللي في الجوانب دي كلها عشان عايزاها تبقى كلها ضربة واحدة كده ومية واحدة، وما يبقاش فيها كبير وصغير ولا كده. فنزلت اللي في الجوانب دهوت وضربت كده لحد ما بقت ناعمة معايا وحلوة. هجيب بقى كيس من اكياس اللبن بتاعة التلاجة وهشيل فيها كل الكلام الحلو اللي انا عملته ده. تمام كده اهي، بس طلعت مظبوطة ما حطيتلاش اي حاجة تانية. ان شاء الله بقى انزلها في الشوربة على طول تطلع معايا مظبوطه وزي الفل. نحط لها بقى معلقتين الصلصه الحلوين والبصلايه المتخرطه والدنيا الحلوه دي، ونعمل لها كمان التقليه بتاعتها وتبقى تحفه. اهي طلعت بقى كده السلاح بتاع الكبه، وهجيب بقى الكيس بتاعي اهو، كيس عادي كيس لبن عادي خالص، وهبتدي ان انا افضي فيه بقى الكميه دي كلها اهي. ما شاء الله بصوا تخريطتها وفيها عرق كده وشده وحلوه حلوه حلاوه بالاخر، جميله والله ما شاء الله. انا كان عندي كذا حاجه كده بفرزهم، من ضمنهم كمان اللي هي الفاصوليا الخضراء عشان كنت عايزه اعمل منها. انا بص انا جبت كيلو قسمته على كيسين، اعمل معايا كيسين حلوين كيسين محترمين، وممكن اخد منها كمان البورما، ممكن اعمل منها الطبيخ نفسه فاصوليا خضراء، فبجد حلوه قوي. عايزين نجيب باميه يا ولاد، الباميه لسه طالعه جديده، ان شاء الله لو كيلو يعمل طبخه. بس حاجات العيد دي يعني انا بالنسبه لي وبالنسبه لاي ست بيت مهمة يعني، اي ست بيت بقى من اللي هم الايه القدام دول اللي بيفكروا في الحاجات دي انت عارفين العرسان الجداد احلى حاجه عندهم الاندومي، وفي منهم بيعرف يعمل ياما يعني، وايا كان ربنا يهنيهم يعني. الموضوع ما بيفرقش معايا قوي قد ما يكون فارق ان انتي مبسوطه بتحبي الطبخ اطبخي، ما بتحبيش ومنتخه براحتك، يعني كل واحد حسب ما بيعيش حياته براحته. فانا بالنسبه لي بحب اكون راضيه عن الحاجات دهيت، وبحب تكون جاهزه في بيتي عشان الولاد، وعلشان انا بحب كده يعني، انا عشت الجو ده ومتعوده عليه. مسكت بقى صينيه كده وقعدت بقى اخرط فيها اللي هي الفاصوليا الخضراء بتاعتي. بصوا بخرطها يعني ايه بالورب كده بزاويه زي السمبوكسات كده، بتطلع جميله وشكلها حلو وبتستوي كويس قوي في الدمعه اكتر ما تعمليها. كان زمان كده واحنا صغيرين كانوا بيعملوها لنا طويله مش عارفه ليه يعني انا عندي والله كانوا بيعملوها لنا يعني الله يرحمها ماما يعني على منوعه يعني عليها، كان او بابا كمان كان بيعمل طويله شويه، كانت بتبقى الفاصوليا الخضراء طويله. لا ليه هي صغيره كده عشان تبقى في الطبخه حتى وفي المعلقه حال يعني صغنطوطه. فبرضه في حاجات كل واحد بيبقى عامل اللي يريحه فيها. قعدت بقى عملت الكمية كلها ومسكتها غسلتها وصفتها كويس بعد ما شطفتها بالمية كذا مرة عشان لو في اي حاجة تنزل منها، وبعد كده اتصفت مني خالص ميتها، وبعدين حطيتها في كيسين ودخلتها هي كمان على الفريزر. يبقى احنا عملنا مع بعض فاصوليا خضراء، هندق دلوقتي مع بعض الكفتة، وعملنا مع بعض ملوخية، وفرزنا قبل كده مع بعض بقية التفريزات بتاعتنا والزبدة والسمنة وكل الحاجات الحلوة دي. هنجيب كمان الحلويات وهنجيب الترمس والسوداني والحمص وكل حاجه. بصوا بقى طلعت هنا كنت صبنت بقى دخلت البلكونه نشرت كل الغسيل اللي عندي، بس ما شاركتكمش بقى، انتوا شبعانين مني غسيل وانا ما ببطلش غسيل يعني، لو ما صورتش معاكم النهارده هصور بكره. فانا مليت الحبال عندي غسيل ولبست وخدت بعضي ونزلت، رحت عملت الكفته بعملها عند حد مضمون يعني نظيف ما شاء الله عليه.
والمكنه بتاعته بتبرق اهي زي ما انتوا شايفين. وروحت بقى اشتريت كمان البتوع دول وانا بره، سعرهم الواحده 15 جنيه. فحسيتهم حلوين كده وممكن ينفعوني في التوابل الكتير اللي جات لي، او في اي حاجه تانية. مش عارفه ليه حبيتهم، يعني انا شفتهم حبيتهم. وكانت الواحده ب15 جنيه عند اللي هو المعرض اللي فاتح ده فين، في سيد عمر كده في وش الفرن. في سيد عمر في وش الفرن كده، قبل ما تيجوا على جامع سيد عمر. عنده بقى بورسلين وعنده اشكال والوان بقى، بس فلوس بقى فلوس. يعني بصوا والله العظيم حاجات سعرها حلو، يعني ممكن تشكلي كده طقم ب500 ب600. بس بقى ايه، يعني كل واحد عنده حاجات اهم بكتير. المهم، عملت ايه بقى، رحت حطاهم كده في الحوض عشان نغسلهم. وجيت هنا بقى عشان اوريكم انا جبت ايه كمان. نعم يا صلوح. وجبت بقى ايه شرابات لصالح. الشراب من دول ب5 جنيه. كان حد سألني قال لي انت يوم ما جبتي حاجات العيد وكده ما جبتيش لصالح شرابات. انا ما كنتش لقيت قدامي ساعتها يعني لصالح شرابات. فجبت له بقى الشرابين دول للعيد، زي ما قلت لكم الواحد ب5 جنيه. الاتنين دول ب10 جنيه. وهو بيحب النوعية دي لانه ما بيحبش الشراب يبقى طالع من الجزمة. هو بيحب الشراب ما يبقاش باين اصلا في الجزمة. فحلو قوي بقى ده. لقيت انه هيبقى مناسب وحلو. جبت له واحد ازرق وواحد اصفر، كانوا اخر اتنين اصلا، فالاتنين ب10 جنيه. جبتهم ما يجوش اجرة تاكسي، يعني حلوين. وجبت بقى الكفتة وروحت. الكفتة بقى دقيتها ما شاء الله، الكيلو رز على الكيلو لحمة وعلى البصل بقى والخضرة وكده يعمل لي 2 كيلو مرتاح، ويمكن ازيد شوية اهي ما شاء الله. بس بقى هنمسكها بقى ايه، نحطها في التلاجة دلوقتي عبال ما نرتاح بقى ونعمل الغدا ونتغدى. وعلى بالليل بقى ان شاء الله شارككم هقعد بقى ايه امسكها بقى، نروح ماسكينها بقى مصبعينها، ونروح قليينها بقى. نقعد نقليها بقى نحمرها كلها ونشيلها متحمرة في الفريزر. ونشيلها بقى ايه، واللي احنا هنعملها كوبيبة في شوربة البط نسلقها. هنشيلها بقى ايه برضو متشكله، يعني كور متشكله. بس ورحت عجينه لكم بقى على طول. عجنت بقى عجينه بيتزا اللي انتوا شايفينها فيها ده. الزعتر اللي هو ام ابراهيم بعتهولي تحفه يا بنات. ريحته حلوه قوي، ريحته جميله، ريحته فواحه كده. فرحت فرقه عليها بقى زعتر، لان اساسا عجينه البيتزا بتبقى الزعتر حلو فيها قوي. وعجنتها وبعد ما خمرت قطعتها وسبتها كمان تخمر كمان مره. وهمسك بقى ايه صينيه وابدا ان انا احط بقى ايه يعني صينيه كده. تمام. جبت هنا بقى هو جبنه رومي وبسطرمه وجبنه مثلثات وجبنه موتزاريلا هي بالوزن، وكمان جبنه مثلثات وشويه زيتون. وهنمسك بقى كل ده وعلى طول كده هنحط شويه زيت ذره يا دوبك بس معلقه. وهنزل بقى بالعجينه بتاعتي وافردها واشكلها بقى واحط عليها الصلصه واوزع واقسم عليها الجبن كلها، علشان كل واحده اخلصها اخد على طول غيرها وادخلهم مع بعض الفرن. يا دوبك كده دخلت 2 فوق والتلاتة فوق واتنين تحت. وبعد شوية رحت رافعة اللي تحت فوق ونزلت اللي فوق تحت ربع ساعة وكنا بناكل. ما خدتش وقت خالص، هو الوقت بس كان ساعة في التخمير. عمال ما ارتحت شوية قمت عملتها على طول. وهنشوف بقى بعد كده بعد ما نتغدى هننزل بقى تاني عشان نكمل حاجة العيد. وهصور لكم دلوقتي الخرفان بتاعة العيد وهي عند الجزارين. بجد شكلهم حلو قوي، والجو كمان بره يجنن، جو عيد قوي في نفسه كده. فالمهم كنت عايزه اكلمكم على اللي حصل امبارح في اسكندريه، ويا رب يكون رحمه من ربنا. اللهم لك الحمد على كل حال. انا عايزه اقول لكم يعني انا مش عارفه هو ايه اللي حصل بالظبط، بس اللي اقدر اقوله ان شاء الله ربنا يسترها يا رب عليهم وعلى الامه الاسلاميه اجمع يا رب وعلى كل الناس. بس فيا رب تعيشوا الاجواء ومع الف سلامه.